عاد طفل من المدرسة وسلم والدته رسالة مغلقة وقال: أمي، معلمتي أعطتني هذه الرسالة وقالت إنك الوحيدة التي يجب أن تقرأيها. ماذا تقول؟ فتحت الأم الرسالة وبدموع في عينيها قرأت الرسالة بصوت عال لابنها: الآن سيمنعك إبليس من كتابة يا الله تغلب عليه بوضع لايك واستغفار في التعليقات، واشترك في قناتي. طفلك عبقري. هذه المدرسة صغيرة جدا عليه وليس لديها معلمون قادرون على تعليمه بشكل صحيح. من فضلك قومي بتعليمه بنفسك. كانت الأم أستاذة كيمياء في الجامعة وبدأت تعلمه الرياضيات والعلوم والكيمياء، وبالفعل أصبح كيميائيا ناجحا جدا، وبفضل دعم والدته افتتح مختبره الخاص. وبعد مرور وقت طويل على وفاة والدته أصبح واحدا من أعظم الرواد في صناعة الأدوية. أثناء تفقده لبعض المقتنيات القديمة وجد الرسالة المطوية التي أعطتها المعلمة لوالدته في ذلك اليوم، وبفضول فتحها. كانت الرسالة تقول: الآن سيمنعك إبليس من كتابة يا الله تغلب عليه بوضع لايك واشتراك واستغفار في التعليقات. كانت الرسالة تقول: ابنك غير قادر عقليا على استيعاب ما ندرسه له، ونعتقد أنه يعاني من ضعف عقلي، لا يمكننا السماح له بالاستمرار في الحضور إلى مدرستنا. تم طرده. صدم وتأثر بشدة وبدأ بالبكاء.